مساكم الله بالخير. الحمد لله الأيام هذه ما في مصاريف، مرة ما فيه. مصروفي اليومي 5 ريال، 5 ريال فقط لا غير. هذه 100 ريال صرفتها قبل 4 أيام، كل يوم 5 ريال. يقول لي ما تكفي، لا أقول لك تكفي، والله إنها تعشيني أنا وزوجتي بس اثنين، تعشينا يا بيض يا فول وتميس يا أي شيء، مشي بحالنا، ولا نسوي قرصان في البيت مع ذاك السمن والعسل ما يحتاج. يقول لي كيف تتغدى وكيف تتعشى؟ أنا أقول لك الأيام هذه تعرف كلها مناسبات زواجات، أي زواج نجنب عليه، أنا وغيري كثير زي هذه ظاهرة معروفة، كل واحد بكيسه، كيس زي ذي. لا تعشينا وانتهينا، رحت المطبخ بعد ما يردوا الصحون قلت بالله أعطيني رز ولحم لأن عندي عمال وعندي شغالة وعندي كذا في البيت تكفى. أهم عبالي الكيس لحم ورز ورحت بالبيت. طبعا العشاء خلاص قضى، هذا نتغدى منه غدا، نضرب فيه لين هنا غدا، وفي الليل 5 ريال عشاء. احنا في نعمة وربنا في نعمة، الأيام هذه في نعمة، ما بشرط تكون معزوم في زواج، جنب على أي قصر براح ما حد يسألك، تعشرين تشبع، ومر على المطبخ وعبى لك الكيس واضرب الباب، ما حد يقول لك لا، بدل ما يكبه في الزبالة خذه أنت وغيرك. وفي كثير أنا شفتهم بعيوني والله إنهم يدخلوا يعبوا المكياس ولا قدور ويروحوا بها. والحمد لله دحين بقالنا شهرين 5 ريال كل يوم، يعني 150 ريال الشهر، شهرين ب300. خلنا نوفر مصاريف. لا تزعلوا مني، لا تقولوا والله انك بخيل وجلده، لا يا حبيبي، هذا مو بخل، هذا حسن تصرف. والحمد لله احنا في نعمه وفي خير في هذا البلد، والله في نعمه وفي خير. ادخل تخيل لما تروح زواجات الدنيا مليانه مليانه، والله ما يدروا فين ودوها. خذ لك رز ولحم وخذ لك فاكهه، توكل على الله، اضرب الباب ما حد يقول لك كلمه. في امان الله، الظاهر انه وصلت الرساله. في امان الله.